اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او ايا كان انتمائك لازم نرفع القبعه للنادي الاهلي. انت متخيل يا صديقي النادي الاهلي كان فين ووصل فين وعمل ايه؟ النادي الاهلي كان بيلعب قبل نهائي كاس عالم مع ريال مدريد، الفريق الافضل في العالم بدون منازع. لا كمان كان الند بالند مع نادي ريال مدريد للدقيقه 93. الاهلي كان بيقول انا هنا موجود وكمان ممكن اسجل في اي وقت. بس الصراحه اول ما الحكم رفع 8 دقائق وقت بدل ضايع انا كنت متاكد وعندي يقين ان ريال مدريد هيجيب جون واثنين وثلاثه كمان. مش بس في كاس العالم للانديه، ريال مدريد معودنا دايما على كده في دوري الابطال وكمان الدوري الاسباني وكاس العالم للانديه. مش انا اللي بقول كده، العالم كله عارف كده وشايف كده كويس جدا. زي بالظبط ما كنا متوقعين ان النادي الاهلي هيلعب مباراه كبيره جدا. ريال مدريد بقى بيعمل معاك ايه؟ بيبدا معاك الماتش سجال جدا وبيديك فرصه واثنين وثلاثه، ولو ما قدرتش تسجلهم يبقى تستحمل بقى اللي هيجرالك. هنا بقى بيظهر الجوده والكواليتي بتاع اللعيب، وبنضيف على كده ثقافه اللعيب. ثقافه بندخل كمان ثقافة اللعيبة عندها ثقافة الفوز اللي هي تقدر امتى تفوز وازاي تفوز، زي بالظبط ما الاهلي بيعمل كده مع الاندية الافريقية وفي الدوري المصري. بس هرجع واقول لك ان ريال مدريد ما كسبش الاهلي تكتيكيا، واللي يدل على كده كمان ان الاهلي ضغط لفترة طويلة وكان الند بالند زي ما قلت مع ريال مدريد، وكان دايما بيرجع دفاع ريال مدريد ولاعيبة ريال مدريد لورا. ريال مدريد كسب باخطاء فردية، فانت اسطوانة ان الاهلي خسر 4 دي ابعد عنها. يوم ما هتتكلم هيقولك انت فين وانا فين وانا خسرت من مين؟ ده من ريال مدريد. وفي فرق ان الاهلي يخسر من اي فريق وفرق ان هو يخسر من ريال مدريد. اللي عايز اقوله لك ان النادي الاهلي عمل عظمه كبيره جدا وكان فخر كبير جدا ليا انا كمصري وليك انت كعربي. ان شاء الله هيبقى في فيديو تحليلي للمباراه كامله واداء حراس المرمى، كمان هحلل لكم فيه المباراه بشكل تفصيلي وكمان اداء حراس المرمى. شفنا محمد الشناوي كان مهزوز شويه ولكن هي دي الطبيعه، بس راجل كبير وراجل مخضرم ودولي زي محمد الشناوي قدر يتعامل مع ضربه جزاء بشكل كويس وقدر يتعامل مع الكور العاليه بشكل كويس، ولكن في كده هفوات وحاجات بسيطه كده، ولكن هي رهبه وعظمه ريال مدريد في الملعب لازم تعمل في اي حارس كده واي فريق كده. ولكن زي ما قلت لازم نرفع القبعه للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. وقبل ما الفيديو يخلص هحط اللينك لقناه اليوتيوب في اول تعليق، ادخلوا بقى واشتركوا على قناتي في اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد. بنزل هناك تحليلات لحراس المرمى وتحليلات المباراه، وكمان بنزل فلوجات جميله كده، فتابعوني هناك عشان نسير الجدل هناك شويه. سلام.